الدعارة. جيب كان لبني تيم، يعني كثر فيهم الدعارة، ومن بني تيم كانت عائشة، هذا شيء واضح. ولكن في نفس الوقت لما يقول الشارع تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس، فإن هذا لا يأبى تخصيصا لمصلحة أخرى. ونحن نعلم بأن الأنبياء صلوات الله عليهم لهم ما يمكن أن يطلق عليه شرعهم الخاص أصلا، يعني يقومون بأفعال لا يمكن لنا نحن أن نقوم بها، والعكس بالعكس. فالنبي صلى الله عليه وآله كما كشفته الروايات الشريفة والآثار تزوج عائشة لحكمة، لمصلحة، لابتلاء هذه الأمة، لاختبار هذه الأمة، هكذا قضى الله عز وجل. وتخيروا لنطفكم لا يعارضه، لماذا؟ لأنه ها هنا لن يتولد من عائشة شيء. النبي صلى الله عليه وآله لن يحصل له من عائشة نسل حتى يكون ذلك معارضا لهذا الحديث. مثلا هو يعلم بالتعليم الإلهي أنه لن يكون لنطفته في عائشة ثمرة، إن كانت هنالك نطفة في عائشة، يعني لن يكون لذلك ثمرة. فالأمر واضح. نعم. الأخت من الأحساء اتصلت